الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، نخلد اليوم الذكرى 61 لثورة الملك والشعب المجيدة، ليس فقط لكونها ملحمة وطنية من أجل الحرية والاستقلال، وإنما لتجديد العهد على جعلها ثورة متواصلة لتحقيق تطلعات مشروعة وتعزيز مكانة المغرب كفاعل وازن في محيطه الجهوي والدولي. فمنذ تولينا العرش حرصنا على أن يكون التجاوب التلقائي بيني وبينك عماد بناء مجتمع متقدم ومتماسك يتسع لكل أبنائه، ويعتز كل مغربي ومغربية بالانتماء إليه. فالوطن للجميع، ومن واجب كل المغاربة فرادى وجماعات أن يواصلوا انخراطهم بعزم وثبات في الدفاع عن وحدة بلدهم والنهوض بتنميته. والمغاربة شعب طموح يتطلع دائما لبلوغ أعلى الدرجات التي وصلت إليها الدول المتقدمة، وهذا الطموح ليس مجرد حلم ولا يأتي من فراغ، وإنما يستند إلى الواقع وما حققه المغرب من منجزات ملموسة في مساره الديمقراطي والتنموي.